هتخسر كل فلوس المحاره والدهان وتعيد كله من الاول لو ما استلمتش المحاره صح من الاول. وفي الفيديو ده هقول لك على اهم النصائح اللي هتستلم بيها المحاره من الصنايعي. اول حاجه بص على الحيطان من الجنب مش من قدام بس، اي تمويج اي تعويجه هتظهر معاك بسهوله في الاضاءه. تاني حاجه استخدم زاويه او قده الومنيوم طويله حطها على الحيط وتاكد ان مفيش فراغات كبيره بينها وبين المحاره. تالت حاجه الزوايا لازم أن تكون حاده ومستويه وتكون ميزان، خصوصا لو حوالين الشبابيك والابواب عشان وقت التركيب، لان دي اكتر الاماكن اللي بتكشف شغل الصنايعي. رابع نقطه خبط بايدك على المحاره طبعا بعد ما تنشف، لو سمعت صوت مكتوم او في اجزاء مفصوله يبقى المحاره فيها مشكله وممكن بعد فتره تطبل وتقع. كمان لازم تتاكد ان مفيش شروخ او اي تخانات زياده في الحيطان، وكل البؤج والاوتار تكون متقفله نظيف وانت مستلمها في المرحله الاولى. ما تستعجلش في الاستلام، خد وقتك وراجع كل حائط كويس وكل سقف، لانه تصليح المحاره بعد الدهان هيكلفك اضعاف التكلفه اللي انت دفعتها. فيديوهاتنا بنعملها مخصوص للناس اللي بتشطب لوحدها من غير اي شركه تشطيبات. لو عايز تستفاد ما تنساش تعمل لنا فولو عشان يظهر لك كل فيديوهاتنا.